كل سنة وانتم طيبين. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض الفول كده بالدقة بتاعة العربيات بتاعة الشارع، الدقة الجميلة. والطريقة سهلة جدا وبسيطة. بقينا نجيب كيس الفول كده ب10 جنيه وفي معلقتين اتنين كده ما يكفوش حاجة. لا تعالوا نعمل كده احنا الفول في البيت ونشوف الطريقة سهلة جدا وهتاكلوا احلى فول ان شاء الله. اول حاجة كده معايا نص فول تدميس انا شارياه من عند العطار. بتبتدي كده ان انت تمسكي الفول كده تنقيه من اي فولة وحشة او اي قشاية اي حاجة في الفول، تنقيه كده تنقية حلوة او زي ما انتوا شايفين كده معايا. اي فولة تلاقي شكلها كده مش حلو تروحي شايلاها رميها على طول. بعد كده يا حبايبي مسكت الفول غسلته كويس جدا ونقعته في المية. هنقعه لمدة 12 ساعة، وفي خلال ال 12 ساعة بتغيري على المية ديت تصفيها وتحطي له مية جديدة مرتين او 3 مرات. شايفين ازاي بعد ما الفول اتنقع معايا وغيرت له الميه؟ شايفين الفوله ازاي اتضاعف حجمها؟ بس كده معايا حله فيها ميه مغليه، الميه غلت كويس. وبعدين رحت حاطه فيها الفول بتاعي وحطيت لنص كيلو الفول، حطيت معلقتين من العدس الاصفر و4 معالق من الفول المدشوش برضو غسلاهم كده وحطيتهم. وحطيت كمان الليمونه ديت، ولا هتمرر ولا اي حاجه، بس هتحافظ لي على اللون بتاعه وهتحافظ لي على القوام بتاعه. ونص معلقه كده من الكركم. ما تكتريش في الكركم عشان خاطر ما يغيرش طعم الفول بتاعك. بس كده يا حبايبي، وبسيبه يغلي لمدة ربع ساعة وبعدين هنقله زي ما انتوا شايفين كده على العين التانية اللي هي الصغيرة، اصغر عين في البوتاجاز، وتكون ضعيفة جدا زي ما انتوا شايفين كده كأنها هتطفي. بتسيبيه بقى ما تفتحيش عليه لمدة 3-4 ساعات، وتسيبيه كده ياخد ويدي مع نفسه. زي ما انتوا شايفين كده خلاص اتشرب المية بتاعته وخلاص. انا الليمونه دي خلاص كده انا مش محتاجاها، شلتها. وادي الفول بتاعنا. عايزه اقول لكم الفول دايب والفول طعمه حلو جدا. طبعا في ناس بتحب تاكله كده زي ما هو وفي ناس بتحب تهرس الفول. هنعمل بقى دلوقتي الخلطه اللي هي بيسموها بشاميل الفول. بصوا بقى المفاجأة ان هي طلع بيحطوا عليها ايه. اول حاجة بمسك كده معلقتين كبار من الدقيق، عليهم معلقة صغيرة من الخل ورشة ملح، وبخفف طبعا بمية عشان ما يتخففش قوي، بديله المية حسب الاحتياج بتاعه. وبعدين تنزلي بمعلقتين من الطحينة، وابتدي كده بقى ان انت قلبي كده في المكونات ديت. لما تلاقيه زي ما انت شايفة كده القوام بتاعه تقيل، ابتدي ان انت خففيه شوية بالمية. بس كده يا حبايبي ادينا هو اتخففته بالمية، وهبتدي برضو افضل اقلب فيه لغاية ما يتفك معايا وما يبقاش فيه اي حاجة مكلكعة فيه خالص. عايزه اقول لكم والله العظيم الريحه بتاعه الخلطه بتاعه الطحينه بالدقيق ديت كانت ليها ريحه حلوه جدا. بس كده، وابتدي بقى ان انت تحطي على الفول بتاعك، تحطي بقى من الطحينه اللي احنا عملناها ديت. وبعدين تديله بقى الكمون بتاعه، تديله ليمون، شويه شطه، شويه زيت، وعصره الليمونه. عايزه تاكليه زي ما هو كده بالهنا والشفا، عايزه تهرسيه وتاكليه وهو مهروس برضو بالهنا والشفا. طعمه حلو جدا. عايزه اقول لكم جربوه مش هتندموا. كل سنه وانتم طيبين. ينعاد عليكم كده بالخير ان شاء الله باذن الله رمضان. اللهم بلغنا رمضان غير فاقدين ولا مفقودين، اللهم امين يا رب العالمين. كل سنه وانتم طيبين ان شاء الله كده وصفات رمضان بتاعتنا اللذيذه. كل سنه وانتم طيبين.